ونبشر بالخير ونمني، حنغني دايما حنغني، ونبشر بالخير ونمني، ونلف الدنيا تدورنا صوت النغمة مهدرة، ونلف الدنيا تدورنا صوت النغمة مهدرة. واحنا كده وحنبقى كده وحنبقى كده ماشيين عارفين مع مين على مين دايما واضحين مش بنساويها. هنغني دايما هنغني ونبشر بالخير ونمني. لو بدأنا العلاقة مع الرئيس السادات هتبدأ من 15 مايو اللي هو 70 ولا 71، معرفش هو جه امتى الانقلاب بتاع اللي عمله ده. أنا كنت في معتقل القناطر وكان معايا لطفي الخولي وكان معايا عطية البنداري وكان معايا اللواء كمال عبد الحميد وكان معايا جميل الطبي رجل الاعمال الشهير المنصوره وكان معايا طارق مسعود اللي هو كان في دفعه سلاح الفرسان اللي عملوا الحركه بتاعتهم سنه 54 واعتبرهم عبد الناصر خارجين على انقلاب يعني وحبسهم. بعد لطفي ما خرج جالي خارج مسجون، جالي بعربيه اللجنه المركزيه اللي هي عليها البيره دي عليها العلم، ففتحوا لها باب السجن بوابه دي بتتفتح لعده حالات. اولا ضابط عظيم اللي هو مثلا مدير مصلحه السجون لواء او عربيه الزباله او الدكتور، ففتحوا بوابه ودخل بالبيره وبتاع. وبعدين جه المدير قال لي فينا جاي لك ناس، كان اسمه محمد صبحي، جاي لك ناس مهمين وبتاع احلق دقنك وحاجات كده. احلق دقني، حلقت دقني، ما بحبش احلق دقني، ومع ذلك حبيت دقني بقى حلقت دقني ولبست القميص المكوي اللي على الحب والبنطلون ورحت قابلت الاستاذ لطفي الخولي في مكتب مدير السجن. قال لي انا جاي لك من قبل الرئيس السادات، هو بعتني عشان اشوفك، انا كنت عيان وبيسالك عن اي علاج وبتاع، مستعد يعالجك على حساب الدوله وحاجات زي كده. قلت له شكرا جزيلا. قال لي طب ممكن تكتب بقى شكر للرئيس السادات. قلت له على ايه؟ قال لي يا اخي على الحريات. الحريات ازاي اكتب له شكرا في الزنزانه يا لطفي؟ انا قبلت ولا ايه؟ وخرج لطفي. وبعدين بعد كده في حركه تصفيه المعتقلات انا ما خرجتش في حركه، خرجت اخر ناس الاستاذ محمد قطب اخو الشهيد سيد قطب والشيخ امام ومهندس طيران عبقري اسمه الماركيز سامي توفيق. الماركيز سامي توفيق ده ابوه فراش في مدرسه بني سويف، لكن هو عايز يسميه الماركيز سماه ماركيز. وان الولد ده طلع عبقري في الطيران وراح درس في موسكو وكانوا عايزين يدوا له الجنسيه ويقعد وبتاع، لكن جه معانا وقال بقين زياده فحطوه معانا في المعتقل. خرجنا اخر ناس من المعتقل الشيخ امام محمد قطب والماركيز وانا. وبعدين اتاريني خرجت لقيت الولاد بتوع الجامعه قلبين الدنيا. وكان الشيخ امام يقول لي ايه قبل ما نخرج؟ طب يا ابو النجوم دلوقتي احنا لو خرجنا هنغني شغلنا ده فين؟ كنا بنغنيه في الجامعه، كنا بنغنيه في المصانع، كنا بنغنيه في الارياف اوقات في القعدات الخاصه كده. وهو قلت له يا امام مالكش دعوه بالحكايه دي، انت مش دي شغله الناشر، احنا شغلنا احنا نبدع بس، انما الشغل في حد ذات نفسه هو هينشر نفسه وهو هيختار الزمن والمكان اللي هيتنشر فيه
لان انا عندي اعتقاد ولا زال راسخ عندي ان العمل الفني الحقيقي هو كائن حي يحمل بداخله اسباب استمراره واسباب وجوده واسباب فرض نفسه على الناس، وانا مطمن للحكايه دي خالص. وبعدين لما خرجنا في اول يوم رمضان سنه 71، وجماعه بتوع حوش ادم عملوا لنا بقى احتفاليه بينا وبتاع، بس هي ليله وكل واحد راح لحاله بعد كده. أرض الأحلام أسكن وياك الله يخليك وصلني. المول هناك السينما هناك وكل الخدمات فورية. فنادق إيه ونادي إيه كل اللي هحتاجه حواليا. الخضرة جنان المية كمان والدنيا حلوت في عينيا. مفيش اتنين في دريم لاند إلا وعايشين عيشة هنية. يا ساكن أرض الأحلام احكيلي عليها وقولي. انضم ل1000 أسرة بيتمتعوا بحياتهم. متعة الحياة في دريم لاند. تاني مسابقات عشان بحب جوائز. وعلى فكرة في كل يوم 15 جايزة تلفزيونات وفيديوهات وكاميرات. لو اتصلتم ب 0900 99 95 أو من أي موبايل 23 48. أقول تاني 0900 99 95 23 48. ومن الصور الضاحكة الباكية في معتقلات السلطة المصرية حالة اسمها الحاج محمد السوفيتي. طبعا ده اسم غريب جدا، وأيضا التهمة غريبة، والاعتقال سبب الاعتقال كان غريب جدا. الراجل ده كان غفير مزلقان في محطة اسمها وسنة على طريق مصر اسكندرية السريع ده. محطة وسنة دي ما هياش محطة رئيسية، محطة فرعية، ما فيهاش منشآت، يعني ما فيهاش مخازن، ما فيهاش مكاتب كده. وبعدين كانوا بتوع الدريسة بيصلحوا السكة الطريق، جايبين كميات رهيبة من خشب الفلنكات ده وبيشونوه عند وسنة عشان يعملوا الإصلاحات دي. رئيس ناظر محطة وسنة الفرعية دي رفض انه يمضي يستلم خشب الفلنكات ده لانه عهدة،
لانه ما عندوش مخازن، ما عندوش منشآت. وخشب الفلنكات ده بالنسبه لنجارين الموبيليا ذهب، يعني السهل وزنه ذهب. وبعدين استلم ما تستلمش، استلم ما تستلمش، فقال له سلمه للراجل غفير المزلقان اللي هو محمد ده كان شخص احول كده وشكله متخلف عقليا. و قالوا تعالى يا محمد امضي على خشب الفلنكات ده واوعى خشبه تضيع منه نقطع رقبتك. هو ما بيمضيش، هو بصم على الورقه وتخزنوا شاونوا الخشب جنبه. فيه مهندس في المنطقه دي حرامي بيجي بالليل في ضي القمر كده ويجيب معاه 3 4 عمال يشيلوا حتتين 3 كتل خشبيه بتاع الفرنكات ده ويبيعوه. في ليله اخونا محمد ده صاحي وسمع خرفشه في الخشب، وبعدين اهدى فيه مين ايه بتاع، قام عليهم جري. وبعدين ايه انتوا بتعملوا ايه؟ انت مين وبتاع؟ قال له انا المهندس اللي هنا. قال له الخشب ليه؟ قال له عشان احنا بنشتغل. قال له الله، وفين الورقه اللي انا باصم عليها؟ قال له طب انت اسمك ايه؟ اسمي محمد كذا كذا. اتاري المهندس مش حرامي بس، حرامي مخبر. راح نشر اخونا محمد ده تقرير انه معادي للوجود السوفيتي في مصر، وجابوه يا عيني. كان بيشتغلوا مين؟ زميلنا احمد سليم عامل الترحيل الشيوعي بتاع دقهله، بلد اسمها دقهله. يخليه معدي كده يقول له انت بتشتم السوفيت ليه؟ ده هيخرب. بيقول له انا ما شتمتوش. هنشتمه ليه؟ انا ده حتى ربنا قال لك ما تشتمش اخوك المسلم. هو فاهم ان السوفيت ده بني ادم. وبعدين يقول له لا شتمته. لا والله ما شتمته. الراجل يعني قعد 3 سنين، وبعد مرور ال3 سنين بيقول الله يتم عيالك يا سوفيت زي ما يتمت عيالي، الله يخرب بيتك يا سوفيت، على اساس ان السوفيت ده شخص بني ادم ما هوش دوله. وقعد 3 سنين وكل سنه وانتم طيبين. قعدنا انا وامام محمد علي في بيتنا اللي في حوش ادم، قاعدين نبص لبعض يعني 3 بوز فقر قاعدين مع بعض كده. وفجاه لقيت حد بينده من الحوش من تحت، يا شيخ امام يا نجم. بصيت من الشباك لقيت مجموعه شباب ما تعرفش منهم الولاد من البنات، كلهم مطولين شعورهم. قلت لهم ايوه مين؟ قالوا لي احنا طلبه الجامعه. قلت لهم جامعه ايه؟ قالوا جامعه القاهره. قلت لهم يعني في ايه؟ فبنت فيهم قالت لي الله انت هتفضل تحقق معانا كده كتير يعني؟ قلت لهم لا اتفضلوا اطلعوا. اما طلعوا قالوا احنا طلبه الجامعه، احنا عاملين اعتصام في الجامعه. اعتصام في الجامعه ده الكلام ده انا خلاص بطل لغي في مصر زي ما بيقولوا. ما عادش حد بيعتصم، ما عادش طلبه بيتظاهروا، ما عادش حد بيحتج على حاجه. قلت لهم عاملين اعتصام ليه؟ قالوا لي ليه؟ انت مش شايف اللي حاصل في البلد؟ قلت لهم انتوا عندكم مشاكل مهنيه يعني كراريس وكتب وحاجات كده. قالوا لي لا احنا عايزين نحرر سينا. عايزين تحرروا سينا؟ طب ما هو سينا هتتحرر طبعا. فلقيتهم بيتكلموا بشكل مختلف. قالوا لي ازاي الانسان المصري هيحرر الارض المحتله وهو نفسه مش متحرر. وبدات اكتشف في الولاد دول انهم مثقفين وانهم عندهم جرأة بسالة تصل لحد التهور. فقلت للشيخ امام شفت يا امان، عرفت بقى هنقول شغلنا فين. وبعدين يومين كده وجالي واحد الساعه 3 الصبح، الساعه 3 بالليل وانا نايم في حوش ادم، وكان عندي القرحه بتنزف، كنت تعبان قوي منهك قوي. لقيته بيقول لي اصحى الطلبه في ميدان التحرير.
طلبه في ميدان التحرير. الله يخليك يا رب، الله يخليك يا حبيبي يا رب، الله يخليك يا رب، الله يخليك يا حبيبي. طبعا الفل. يقول لي اصحى، ده الطلبه في ميدان التحرير. طلبه ايه يا ابني؟ نزلت جري من حوش ادم، طلعت كده على المغربلين، على الحلميه الجديده، خدتها تخريمه لغايه ما ايه جيت على هنا على ميدان التحرير. اكتشفت ان انا لابس فرده شبشب وفرده ثانيه مش مع بعض. لقيت الولاد في ميدان التحرير. ميدان التحرير عامل زي مشتل الزهور بالليل، وعمالين يقولوا اصحي يا مصر، اصحي يا مصر، اصحي يا مصر. جريت عليهم عند الكحكه الحجريه دي اللي كتب فيها امل بن قصيدته العظيمه الخالده الكحكه الحجريه، والتحمت بيهم. قلت لهم الله يخليك، قلت لهم انتوا عارفين انتوا بتعملوا ايه؟ قالوا لا. قلت لهم طبعا انتوا عارفين. قالوا بنعمل ايه؟ قلت لهم انتوا بتبداوا. اهلا وسهلا، الله يخليك، الله يخليك، الله يخليك حبيبي، الله يخليك، الله يخليك برنس يا باشا، الله يخليك يا حبيبي. طبعا صباح الفل يا حبيبي، كل سنه وانت طيب حبيبي، برنس يا باشا. الله يخليك يا حبيبي، الله يخليك يا حبيبي. قلت لهم انتوا دلوقتي بتقتلوا الخوف جوه الناس، وده اللي كان مكتفنا لغايه من 54 ل 72. الناس متكتفه، الناس خايفه. دول اول ناس ينزلوا في الشارع ويقولوا يحيى ويسقط ويبدوا رايهم في السياسه وفي الحاكم. ودي بقى حدوته مع الطلبه، دي حكايه ملهاش نهايه بقى، لها بدايه بس ملهاش نهايه.